لو قدامك الاختيار ما بين كندا وامريكا، تروح كندا ولا امريكا وليه؟ هحكي لكم على قصه كده صغيره حصلت لي اول ما جيت كندا هنا، او قبل ما اجي كندا تحديدا. كنت بفكر اجي انهي مدينه او انهي مقاطعه. كلمت اصدقاء كتير، كل واحد كان بيقول لي من وجهه نظره تعالى عندي، اللي يقول لي لا ابعد عن عني، حاجات كتير كده. بس ما كنتش مقتنع قوي صراحه، لا مقتنع باللي بيقول لي ابعد ولا مقتنع باللي بيقول لي تعالى. لحد ما كلمت صديق ليا عمرو عياد، هو بالمناسبه عايش في فانكوفر. فالراجل ما قاليش لا تعالى فانكوفر ولا سيب فانكوفر ولا روح في اي حته. الراجل حكى لي من وجهه نظره، زي ما انا النهارده هقول لك تيجي كندا ولا امريكا، او لو ايه الاختيار اللي قدامك. حكى لي بكل حياديه ايه المميزات اللي موجوده هنا في مدينه فانكوفر، ايه المميزات اللي في تورونتو، في كل المدن. وفي الاخر ساب لي الاختيار، ولقيت نفسي في الاخر زي ما انتم عارفين في انهي مدينه. الناس اللي عارفه انا في انهي مدينه يا ريت تكتبوا لي انا فين. المهم، فبنفس الكلام بالظبط بالنسبه لامريكا ولا كندا. تعالى كده اقول لك باختصار ليه تيجي كندا، وبعدين هقول لك ليه تيجي امريكا. نتكلم اول حاجه على مميزات كندا. مميزات كندا هي ان اول حاجه برامج الهجره ليها كتيره جدا. يعني انت عندك الفيدرال سكيلد وركرز، عندك الفيدرال سكيلد تريدز لو انت عماله ماهره، عندك البرامج بتاعت لم الشمل بتاعت الاسر اللي هي حاجه كبيره جدا جدا. هنا بيسرعوا جدا فكره الفاميلي اللي هو سبونسرشيب للفاميلي. عندك برامج كتيره خاصه بالانفسترز، عندك برامج خاصه بالناس المزارعين، عندك برامج كتيره جدا ان انت تيجي كندا وتحصل على البيرمننت ريزيدنسي اول ما تيجي على طول. ودي لما تشوفوها في امريكا هتفهموا بالظبط انا ليه بقول لك في كندا الحته دي مهمه جدا. تاني حاجه الرعايه الصحيه. الرعايه الصحيه في كندا رغم اي تحفظ حد يقول لك الرعايه الصحيه بطيئه وعامله وحاجات زي كده، الرعايه الصحيه هنا مجانا. الدوله بتدفعها لك، انت ما تدفعش ولا مليم فيها. اغلب الناس يعني ما بتدفعش اي فلوس من الناس اللي هي قاعده بيرمننت ريزيدنس، وحتى التمبري ريزيدنس اعتقد الاشغال بتاعتها هي اللي بتدفعها. بس لو انت مهاجر هنا ما تدفعش ولا مليم. والرعايه الصحيه من اعلى الحاجات، من اعلى مستوى، بغض النظر اي حد يقول لك ضايعه ومش ضايعه قول له ماشي سيدي انت راجل خلاص ما تجيش، او انت سيبها لو انت فيها، لو مش عاجباك روح دور على دوله ثانيه الرعايه الصحيه فيها كويسه. دي حاجه. ثالث حاجه سهوله، مش سهوله العمل، بيئة العمل نفسها هنا مريحة جدا جدا جدا. يعني انت الشغل هنا الناس عارفة بتقدر مواعيدك، لو عندك اي مناسبة. في الشغلانات البروفيشنال الناس اللي هي بتشتغل مرتبات كويسة وحاجات زي كده. لو حد بيشتغل في شغل مينيمم ويج غصب عنه هو مضطر يشتغل ساعات معينة وما يقدرش يضيع اي لحظة. بس الشغلانات كلها اللي انت جاي اصلا منها متعود عليها هنا طبيعة الشغل محترمة كتير جدا، اهدى كتير جدا من الحاجات اللي انت متعود عليها في بلادك، لا بلاد عربية ولا مصر ولا اي دولة تانية. فمصر طبعا دولة عربية بس قصدي لا الدول العربيه ولا مصر. طبيعه العمل مريحه جدا جدا جدا. ايه العيوب بتاعت كندا؟ فكره ان هي الحياه فيها بقت مكلفه بشكل كبير، ما بقتش زي الاول. فانت لازم عشان تيجي كندا لازم تكون جاي وتشتغل شغلانه كويسه، ما ينفعش ان انت مجرد تيجي كده وخلاص. مشاكل بتاعت كندا في شويه حاجات ليها علاقه بالايديولوجيه والهويه والجنسيه، الهويه الجنسيه وحاجات زي كده. الحاجات دي طبعا تحفظات كتيره جدا عليها، بس انا بقالي فتره طويله حاسس الموضوع ما بقاش بنفس الزخم اللي موجود قبل كده. مش هقول لكم ان انا اتعودت، انا فاهم ان الحاجات ما بقتش بنفس الحكايه، بس طبعا فيها تحديات. تربيه الولاد ما هياش سهله خالص، خصوصا ان انت بتشوف ولادك ممكن يتحركوا في اماكن انت ما تعرفش بيروحوا فين، تفكيرهم، صحابهم، خصوصا لو بيروحوا مدارس بابليك فبالتالي انت مش هتعرف تتحكم فيها. تشالنجز موجوده في اي حته، بس يعني لا في كندا ممكن تكون الحته دي صعبه شويه. طبعا فرصه الحصول على عمل مع الظروف الاقتصاديه الحاليه بقت اصعب شويتين. تمام. طبعا المرتبات في كندا خلينا عارفين وبامانه ان هي اقل من امريكا. يعني نفس الشغلانه اللي انا بشتغلها هنا هاخد في امريكا مثلا 1.3 اكس مثلا على الاقل. واصلا انت لو بتاخد نفس المرتب هنا وهنا انت اوريدي 1.35 عشان فرق العمله بشكل اساسي. تعال ندخل بقى في امريكا عشان ما اطولش عليكم. امريكا ايه المميزات اللي فيها؟ سوق العمل سوق كبير جدا 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 قوي. يعني بص تلاقي شغل على طول، ده اللي انا بسمعه. هتلاقي الناس في امريكا تشكي لك which is اللي هو ده اللي احنا بنسمعه لو انت ليه عايز تروح امريكا. سوق العمل مفتوح كتير جدا، مرتبات احسن بكتير جدا جدا من كندا. فرصه ان انت تفتح بيزنس اسهل بكتير من كندا. كندا على فكره سهل جدا، انت بتفتح اي بيزنس اونلاين في اي وقت، بس قصدي يعني ان انت الحاجات بتاعت الحكومه وحاجات زي كده بتبقى احسن كتير من كندا. التعليم في كندا في امريكا يعتبر انا شايفه من وجهه نظري احسن من كندا، لكن عندك مشكله التعليم في امريكا ان انت ملوش اي مسارات بعد الدراسه، ملوش مسارات زي كندا. يعني انت كندا هنا ما قلتهاش في المميزات بتاعت كندا، بس الدراسه في كندا بتخليك ان انت تقعد تشتغل بعد ما تخلص لمده 3 سنين حد اقصى، من اول سنه ل3 سنين
حسب مده البرنامج بتاعك، فتقدر تقدم منها بعد كده على بيرمننت ريزيدنسي وحاجات زي كده. امريكا لا، المفروض ان انت الموضوع مش سهل قوي. اول حاجه واهم حاجه الهجره لكندا الهجره لامريكا معقده بشكل كبير. يعني كندا زي ما قلت لك برامج كتيره جدا، 1 2 3 4 5 6 وعماله ماهره وعماله مش ماهره وحاجات كتير. تيجي لامريكا، هو انت عندك الهجره العشوائيه، هجره، بتكلم على الهجره ما بتكلمش على اي مسار ان انت تروح كندا بقى وتضرب فيزا او تفر، ما اعرفش بيعملوا ايه، بس المسار بتاع الهجره الرسمي الهجره العشوائيه. طب انت ما جيتش في الهجره العشوائيه اللي هي حظ، انت عندك بقى اسمها بي 1 فيزا واتش 1 ولا مش حاجات كده كتير ما هياش سهله بما فيها الطالب. يعني الناس هنا في كندا الطلبه بتيجي تدرس عشان تكمل، هناك في امريكا ما هواش احسن حاجه، بتقعد بقى تبقى ستيتلس شويه وحاجات زي كده. دي مشكله من المشاكل. بس طبعا التعليم بتاعها نفسه جامعات اقوى، يعني هارفارد مثلا وحاجات كده جامعات كبيره احسن شويه من كندا. لكن طبعا التعليم في كندا جميل ورائع يعني. بس انا بفهمك من وجهه نظري برضه، انا راجل شغال في اكاديمي، انتوا عارفين المؤسسه اللي انا بعملها او الشركه بتاعتي بتاعت مساعده الطلاب الدوليين ان هم يجوا يدرسوا في كندا. بس انا بقول لك التعليم في امريكا اقوى، بس بعد كده هتعمل ايه؟ دي المميزات. العيوب بقى ان انت ما فيش الاجتماعيه الموجوده في كندا. ضغط العمل رهيب جدا جدا. التامين الطبي لو انت ما بتشتغلش مالكش تامين طبي اكسترا. وعامه اللي انا بسمعه وممكن تصححوا لي الناس اللي في امريكا، لو انت بيدفعوا تقريبا $7000 في السنه تقريبا ما يعادل تامين طبي. ما اعرفش بيدفعوها لمين او هل، بس انا بسمع الرقم ده يعني من $5,000 ل $7000. ممكن يا ريت حد يصحح لي يا جماعه. بس 100% انت بتدفع فلوس للتامين الطبي هناك، مش اي حد كده يروح مستشفى. يعني انت مثلا في كندا اي واحد تعبان هتروح المستشفى الطوارئ هتتعالج مجانا، ولا حد يعرف عنك اي حاجه. هتروح لدكتور هتتعالج، يعني الدكتور انا عمري ما دفعت مليم لدكتور باستثناء اول ما جيت، بس كان عندي النقرس كنت لسه PR وما كانش لسه ادوني الكارت بتاع التامين، فاضطريت اروح لدكتور اللي هو ووكينج كلينيك، واسترديتها في التاكس ريتيرن لان ما كنتش لسه اخدت الحاجه. فدي المميزات. فباختصار يعني عشان انا طولت عليكم، بس اتمنى بس لو وصلت لغايه دلوقتي يعني تابعني اي مكان المنصه اللي تتفرج عليها فيها، لو الفيسبوك اليوتيوب الانستجرام التيك توك وات ايفر انت تتفرج عليها فين، يا ريت بس تابعني عشان نقدر نوصل لناس كتير. لو محتوى كمان عاجبك، وان شاء الله يكون عاجبك بما انك واصل لغايه هنا، الا لو عاجبك المنظر اللي ورايا برضو يا ريت نعمل بقى اعجاب المنظر، بصور لكم مناظر تانية. فباختصار كندا ممتازه في ايه؟ اجتماعيا اهدى كتير، ضغط العمل اهدى كتير، نفسيا اهدى كتير، في حاجات كتيره جدا كويسه. وحشه في ايه؟ ان بقت تشالنجينج شويه دلوقتي في موضوع الشغل، لان بقت في ناس كتيره جدا زياده، فبالتالي بيحاولوا يوفقوا ازاي يلاقوا اشغال للناس، فدي تشالنجينج بشكل كبير. وتربيه الولاد والحاجات اللي انا قلت لكم عليها، لو انت تقدر تاوفركم الحاجات دي وعندك استعداد ان انت تبذل مجهود، انا شايف ان كندا اختيار حلو جدا ان انت تيجي وتشتغل على نفسك وامورك تستقر. امريكا المميزات فيها، لو انت راجل بتاع بيزنس وعايز تفتح بيزنس وعايز تعمل حاجات، امريكا من الحاجات الممتازه. لو بتدور على الفلوس مقابل راحه البال، انا شايف امريكا من الحاجات الممتازه. عيوبها طبعا موضوع التامين الطبي ما هوش احسن حاجه، برامج الهجره ما هياش سهله زي كندا. اللي يمكن المشكله برضو اللي انا بسمع عن امريكا شويه، ودي حاجه انا متاكد من صحابي اللي بيجوا من امريكا، ان الحياه الاجتماعيه مش موجوده زي كندا. ممكن يكون الحمد لله بفضل ربنا الواحد برضو بيساعد شويه في فانكوفر في الحياه الاجتماعيه للكوميونتي هنا. احنا هنا بنتقابل على طول وبنروح رحلات وبنخرج وبنتقابل اسبوعيا وشهريا ككوميونتي وكاصحاب وكاسر وحاجات زي كده، ده على طول. واعداد كبيره مثلا 200 و300 و100، يعني ارقام كتيره. بيقولوا امريكا ما فيش الكلام ده، حتى اصحابنا اللي سافروا الخليج بيقول لك ما فيش الكلام ده. فهي يمكن كندا عندك شويه وقت ان انت تعمل الكلام ده. كامريكا اعتقد الموضوع ده ما هوش موجود، بتبقى اصحاب وحاجات مقربه. بس ده كده باختصار. طولت عليكم، بس انا حبيت ان انا اقول لكم الموضوع ده يعني من وجهه نظري ايه الحاجات اللي ممكن تخلي بالك منها. مره ثانيه اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساش تتابعنا في الصفحه اللي احنا فيها، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد. خلوا بالكم على نفسكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم حكم من كندا، وتحديدا احنا النهارده في مكان اسمه هاريسون هوت سبرينجز، مش في فانكوفر بقى، يعني في حته اسمها هاريسون هوت سبرينجز. السلام عليكم.